عايز اشكر نادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني للاتحاد السكندري ورئيس نادي الاتحاد السكندري، عشان الناس دي ناس محترمه وفعلا بتمشي بمبدأ ارساء الاخلاقيات. كلنا شفنا اللعيب بتاع الاتحاد السكندري والمشكله اللي حصلت امبارح في دور المرتبط ما بين الاهلي وما بين الاتحاد السكندري، والاهلي كان كسبان، ولكن لعيب من لعيبه الاتحاد السكندري بيمسك الكرة وبيضربها في لعيبه النادي الاهلي. فده يعني موقف مش لذيذ وموقف مش كويس، خصوصا ان انت لما بتيجي تتكلم عن الروح الرياضيه، تتكلم عن ان اللعيبه المفروض يبقى ما بينهم اجواء احسن من كده، وان الكوره مكسب وخساره او اي لعبه مكسب وخساره. لازم النهارده تتقبل الهزيمه، لازم تتقبل نصر الفريق الثاني اللي انت بتلعبه، لازم النهارده تجتهد علشان تقدر تكسب الفرق اللي انت بتقابلها. فشابوه للاتحاد السكندري والمدير الفني للاتحاد السكندري. الراجل بعد الماتش قال لك لا، بعد ما حصلت المشكله قال لك لا، احنا لازم اللاعب ده هياخد خصم كبير جدا، يمكن اكبر خصم حصل في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، لان ده بيعلم اولادنا، بيعلم الشباب اللي موجودين ان انت النهارده لما تغلط هتحاسب. غير انديه تانية كتير او انديه تانية بالخصوص وكلنا عارفينها، مهما بيحصل جواها ما بيفرقش معاها ان هي ترسي مبدأ الأخلاقيات. وأنا بتكلم خصوصا عشان ما حدش بيقول الراجل بيرمي ولا حاجة، بتكلم خصوصا على نادي الزمالك. نادي الزمالك ياما من مواقف مشينة حصلت من لعيبة نادي الزمالك، ولكن ولا اتخذ معاهم أي إجراء ولا أي شيء. حتى في كرة السلة تقريبا أو الطايرة، في لعيب عمل حركه مش كويسه جدا في الماتش، ولكن برضه نادي الزمالك نزلوا بوستر في الماتش اللي وراه. يعني حاجه يعني انت بتقول للعيب تمادى، بتقول للعيب اعمل اللي انت عايزه، بتقول للعيب اشتم وقول اللي انت عايزه. قصه امام عاشور والشتيمه اللي اتشتمت على النادي الاهلي والحاجات دي والشيكابالا والحاجات اللي كان بيعملها لجماهير النادي الاهلي، وشفنا حاجات غريبه جدا. فانت النهارده لما تيجي تلاقي نادي محترم بياخد قرارات رادعه مع اللعيبه، بيرسي مبدا الاخلاقيات، لازم النهارده تبرز الشيء المحترم ده وتقول عنه وتتكلم عنه وتقول ان الناس دي ناس محترمه، ناس كويسه، ناس بتحافظ على العلاقات ما بين الانديه. يعني انت النهارده مطالب كمان ان انت تحافظ على العلاقات. والعلاقه اللي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري دي علاقه تاريخيه يا جماعه، علاقه تاريخيه. مش هيجي حته لعيب صغير هو اللي يعكر الاجواء ما بين الجماهير وما بين رؤساء مجلس الادارات وما بين حتى اي حد. فالنهارده شابوه للاتحاد السكندري، رئيس الاتحاد السكندري.